بكوبايتين من الدقيق معايا النهارده هنعمل بيهم أكلة جبارة طعمها مميز جدا وتنفع للعزومات ما شاء الله. تعالوا الأول نشوف شكلها بعد ما استوت وهنعرف كل التفاصيل معايا النهارده في الفيديو وبسهولة جدا وهتعمليها في ثواني ما شاء الله. شايفين يا جماعة أكلتنا النهارده رهيبة. أول حاجة بسم الله، عندي هنا كوبايتين من الدقيق، بحط عليهم كوبايتين من المية، نفس مقدار الكوباية الدقيق هو نفس مقدار كوباية المية معايا ما شاء الله، وأقلبهم عندي بالمضرب السلكي كده. لو حسيتي الخليط معاكي تقيل جدا بتزودي عندك مية. أنا هنا حطيت عندي كوبايتين ونص من المية، عليهم معلقة صغيرة من الزيت معايا، وأقلبهم كده معايا بالشكل ده ما شاء الله. قولولي بقى يا جماعة ده خليط ايه في التعليقات. هنا بقى بروح جايبة عندي مصفى ومصفية عندي الخليط الجميل ده، لازم من حركة التصفية معايا علشان اجي بعد كده بعد ما اشتغل فيه يكون معايا الدقيق ناعم جدا ما فيهوش اي تكتلات ولا اي حاجة خالص. الخطوة دي مهمة جدا. وبكده بقى خلصنا أول خطوة. أنا طبعا عندي يا جماعة دلوقتي حطيت طاسة سخنة عندي على البوتاجاز بتسخن معايا، بروح حاطة فيها شوية من الزيت صغيرين وبحط عندي مغرفتين وافردهم عندي بالشكل ده في الطاسة. شايفين الخليط مميز جدا، وأدي بقى أحلى عيش كريب معايا بدون بيض ولا أي حاجة خالص مكلفة. اللهم بارك، وطعمه خطير جدا. بقلب بقى فيه كده من كل جنب معايا علشان يستوي كويس جدا معايا، وأول ما بيستوي معايا بحطه عندي في صينية واغطي عليه. هخلص بقى كل كمية الكريب معايا كده اللهم بارك بالشكل ده في ثواني هنعملها يا جماعة ما شاء الله. وطبعا أنا عندي الكمية ما كفتش علشان كده ضعفت عندي كمية الكريب ما شاء الله. اللهم بارك. شايفين كوبايتين دقيق عملوا كمية كبيرة اللهم بارك. شايفين حضراتكم ادي بقى التسوية معايا روعة وخطيرة جدا، وانا هوريكم دلوقتي كل العيش معايا دلوقتي اللهم بارك. شايفين يا جماعة اللون والقرمشة حاجة كده روعة جدا اللهم بارك. تعالوا بقى نشوف عيش الكريب معايا خطير جدا اللهم بارك. شايفين حضراتكم ما شاء الله روعة جدا ومميز. وما تقلقيش لو العيش من الجنب معاكي يتقطع هنحشي برضو الرغيف معانا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بجيب طبعا عندي الصينية وادهنها بشوية من الزيت، وعندي معلقة كبيرة من الكاتشب ما شاء الله، وبفردها عندي بالفرشة بالشكل ده مع الزيت، بتدي تطعيمة مميزة جدا يا جماعة للكريب معايا. انا مجهزة عندي عصاج معايا لحمة ما شاء الله. بجيب بقى عندي الرغيف كده وبحط عندي كمية من العصاج معاكي ما شاء الله. حابة بقى تحشيه أي حاجة الموجودة عندك اعمليه ما شاء الله. شايفين حضراتكم بلفه عندي بالشكل ده بسهولة جدا وارصه عندي في الصينية اللهم بارك. بس ما باجي أعمل أي رغيف تاني لازم أمسح عندي الصينية اللي أنا بعمل عليها العيش معايا بالشكل ده. شايفين حضراتكم ادي بجيب عندي منديل من مناديل المطبخ بمسح عندي الصينية كده. شايفين يا جماعة الرغيف ده متقطع. شايفين حضراتكم انا هنا هحشيه واقفله ازاي معايا بالراحة خالص وبكل سهولة. عملنا معانا احلى عيش كريب معايا ممتاز جدا ما شاء الله. شايفين حضراتكم ادي اخلص بقى كل الكمية معايا بالشكل ده. تعالوا بقى للخطوة المميزة جدا اللي احنا هنعملها النهاردة وحصريا معايا اللهم بارك. شايفين حضراتكم ادي الكمية معايا عملت معايا الصينية الكبيرة دي ما شاء الله. شايفين يا جماعة عملت معايا كام رغيف اللهم بارك، حاجة كده روعة ومن الآخر. بجيب بقى عندي هنا الكاتشب معايا على وش كده الرغيف معايا بالشكل ده، وافرده معايا كويس جدا بالفرشة اللهم بارك. شايفين حضراتكم والله بجد يعني البركة فعلا من ربنا سبحانه وتعالى. هنا بقى بحط عندي رشة كده من السمنة عليها علشان طبعا تعلي التست جدا معايا، وعندي كمان فلفل شرائح مقطعاه بارد بروح حطاه عندي على الوش، واي نوع بقى جبن موجودة عندك بتحطيها كمان على الوش معاكي، بتدي تطعيمة مميزة جدا وبيطلع معاكي مقرمش وحاجة كده من الآخر اللهم بارك عليه. أدخله دلوقتي عندي الفرن بيطلع معايا بالشكل ده يا جماعة. شايفين حضراتكم المطة بتاعت الجبنة
بتكون بقى معايا جميلة جدا. تعالوا بقى نشوف القرمشة، نشوف الجمال كله من رولات الكريب معايا، خطيرة جدا وأجمل وأحلى صينية هتعملوها في ثواني يا جماعة، وبدل ما تشتروها من بره حاجة كده من الآخر. تعالوا بقى نفتح الرول التاني معايا من الكريب معايا بالشكل ده. شايفين يا جماعة؟ والله بجد طعمه مميز جدا، والقرمشة مش قادرة أقول لكم على جماله، وطعمه مميز جدا وفي نفس الوقت مشبع جدا يا جماعة. اللهم بارك. أتمنى فعلا إن انتوا تجربوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.